كأي طفلة عادية حبيت العجل جدا، لكن أهلي رفضوا رفض التام وقالوا عيب. طيب في حد من جيراننا عنده خيل وأنا بحبهم جدا، ممكن أركب خيل بس مرة؟ عيب. نادي سباحة عيب، رحلات مدرسية عيب، سينما عيب 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 عيب، كل حاجة عيب. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. بصراحة أنا كرهت الكلمة دي جدا، وبقيت بسببها بتحرم من حاجات كتير هي عادية لمجرد إني بنت وعيب أعمل كده. وساعات للأسف المجتمع بياخد فكرة العيب لحتة تانية خالص. عيب لو حد أذاني كبنت لفظيا أو حاجة تانية، عيب إني أبلغ عنه. ده في مجتمعات بيبقى فيها عيب إني أمنع الشخص ده أو إني أوقفه عند حده. شفتوا وصلنا لفين؟ بقى عيب إني أخد حقي من حد أذاني. طيب وبعيدا عن الدراما اللي أنا أصلا ما بحبهاش، العيب بالنسبة للبنات بيبقى حاجة كده حكر عليهم، بس مميزات حصرية. يعني أخويا محدش بيقوله عيب لما يركب عجل، عادي يروح رحلات ما يضرش، نادي سباحة براحته. عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس والله. وعشان ما تطلعش واحدة راسها مربع، سوري يا شادو، تقولي أصلا في حاجات حرام البنت تعملها. لا يا نصحى، مش حرام، تخيلي بقى. وبعدين حرام كل شوية نحرم حاجات من غير ما نسأل بجد هل الحاجة دي حرام ولا لا. وهتطلع تاني نفس الوحدة اللي راسها مربع وتقولي عشان البنت ما تتعلقش بالعجل والخيل والسباحة والحاجات الغلط دي وما تقدرش تبطلها. حضرتك طبعا رأيك يحترم، فإحنا هنحترمه ونقدره بكل هدوء، هنرمي في الزبالة. العيب عند الولد، عيب تعيط، ولأنك راجل أو ولد عموما فعيب تبكي أو تحزن على أي شيء. وفي الآخر نقول هم ليه ما عندهمش مشاعر؟ مش عارفة بصراحة. والحقيقة الحاجات العيبة عند الولد مش مهمة أوي لينا، لأن دي قناة طبعا نسوية بحتة وتبا للذكوريين وأندروتات وأي ذكر عموما. جدير بالذكر إننا نعرف الفرق بين العيب والحرام. بالنسبة للبنات فركوب العجل كمثال ما فيهوش أي حرمانية، ولو في واحدة بصرم قالت لي جبت منين الفتوى دي، جبتها من الشيخ البحبحاني يا اختي. وركوب الخيل حلال برضو، ورياضة السباحة حلال تكون في مكان مخصص للبنات، والرحلات للبنات طالما رفقة آمنة. يا كده هنهز الثوابت بقى. حاجات كتير أهالينا قالوا عليها عيب وطلعت مش عيب ولا حاجة. الفكرة في الطريقة اللي تتعامل بيها الحاجات دي، وطالما البنت لابسة كويس ولبس محترم فإيه المشكلة؟ العيب ممكن يكون تشدد أو موروث ثقافي بحت وما يكونش ليه أي أساس في الدين. الخلاصة ياريت 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 قبل ما نقول عيب نفكر بس ونسأل هل ده حرام؟ لأن كل حرام عيب ومش كل عيب حرام. بس كده، وقول لنا سمعت كلمة عيب كم مرة في الفيديو هتكسب عجلة بتطير وبتنور في الضلمة. اعمل اشتراك يا جميل، سلام 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 سلام.